الله يسعد أوقاتكم. رجعت لكم بفيديو جديد مثل ما عودتكم إنه شارككم روتيني اليومي. مثل ما شايفين مجهزة الفطور. هلأ بعد ما أفطر وخلص بإذن الله بدي أنزل على غرفة الغسيل لأني حاطة وجبة غسيل بدي أنشرها. اللهم صل على النبي، عندي مشوار بدي أطلع، يعني أتسوق، طبعا متسوق كتير بس بدي أشتري شوية أغراض صبغة وأغراض بخصوص المكياج. وهلأ أنا هون بعد ما خلصت فطور نزلت مشان شيك على الغسيل وشوف إذا خلصت الوجبة حتى أنشرها قبل ما أطلع مشواري. ويلا فوتوا معي على غرفة الغسيل. الغسالات خالصين وهلأ بدنا نطلع الغسيلات حتى ننشرهن. وهلأ هون خلصت ونشرت الغسيل وهلأ طلعت مشواري ووصلت على المكان اللي بدي اشتري منه الأغراض اتسوى. هذا المكان اسمه الروستا عنا، ببيع كل شي بخص تجميل، عطورات، تحف. هلا يعني باخدكم معي أنا وماشية بقلب السوبر ماركت الكبير. هلا هون أنا مختارة الصبغة، أنا بدي مشتقات البني. هلا اخترت رقم 4، أخذت 2 تقريبا، يعني إنه مو شرط استعمل 2 بس إنه بتضل معي للشهر الجاي أو لحتى أحتاجها بتضل عندي بلاقيها موجودة بالبيت. ومحتاجة هاد لون لإزالة المكياج وللروتين اليومي لتنظيف البشرة. منزلين تحف جديدة وفازات جداد كتير، موديلات حلوة، ومنزلين ورد مشان إنه هلأ الخريف لون الأورنج كتير معبين منه ورد، وفي شغلات حلوة جديدة منزلينها. وهلأ أنا هون رجعت على البيت بدي أخلط الصبغة مشان أحطها على شعري على بين ما أعمل تنظيفات للبيت. هلأ أكيد ما حقدر أرجيكم كيف هتطلع النتيجة، بس أكيد النتيجة حلوة لأنه أنا بالعادة بستعمل نفس الصبغة. وهيك صارت جاهزة الصبغة، وهلأ بدنا نحطها على الشعرات. وهلأ بعد ما خلصت روتيني والصبغة والغسيل والتنظيف صار وقت نحضر العشاء. واليوم طبختنا طبخة عراقية كمان اسمها تشريبة الحمص، وهي عبارة عن مثل ما شايفين بصل وحمص، وأنا سالقة الدجاج ومجهزته. هلأ بدي أحط الدجاج فوق الحمص والبصل. هي الوجبة بس لشخصين، يعني مشان ما تقولوا إنه طبخة صغيرة، هي بس لشخصين. مثل ما شايفين البهارات ماجي، فلفل وكاري. هلأ هون بدي سقي الطبخة بالمية الدجاج. هلأ بدي أغطيها شوي حتى تطلع الغلوة تبعتها. هون طلعت الغلوة. هلأ بدي أضيف البطاطا. الطبخة كتير سهلة ومكوناتها كمان بسيطة، يعني ما بتحتاج شغلات كتيرة، يعني عم ننوع بالطبخات بعيدا عن الأكل السوري، بس هو ما بيختلف كتير يعني عن الأكل السوري. وهيك صارت جاهزة طبختنا، وهلأ بدنا نروح للسكب. وهي سكبنا الأكلات. إن شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو والروتين اليومي لليوم، وبتشوفوني في فيديو تاني وجديد ومنوعات جديدة إن شاء الله. ومثل العادة ما تنسوني بالإعجاب بالصفحة والضغط على زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد. باي باي.